السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بصحة وسلامة. اليوم راح نتحدث عن اكتشاف التخدير وكيف كان يجري في السابق، مع ذكر تجربتي مع التخدير اثناء استئصال المرارة قبل شهور. فالتخدير انقذ حياة الناس ودفع عنهم مخاطر اضرار العمليات الجراحية التي كانت تجري تحت الطرق والثلج والربط، فهيا بنا الى التفاصيل. لا شك أن غياب التخدير أنيساينثيتيك كان يمثل صعوبة بالغة في القيام بالعمليات الجراحية، لذا كان الأطباء يلجؤون إلى طرق مختلفة لإسكات المريض عن الصياح وتخفيف إحساسه بالألم. ومن هذه الطرق إعطاؤه مواد مخدرة مثل المورفين أو مواد كحولية. كانت في السابق تستخدم هذه المواد، المورفين والكحول، لكن هذه الطرق كانت خطرة لأنها كانت تتطلب أحيانا زيادة الجرعة التي تهدد حياة المريض بالتسمم أو فقدان بعض الأجزاء أو تلف بعض الأجهزة من جسم الإنسان. وأحيانا كان المريض لا يعطى شيئا من هذه المواد المخدرة، وإنما يكتفي بإمساكه أثناء القيام بالجراحة. يعني مجموعة من الأشخاص يلزمون المريض ويجرون العملية الجراحية. وكان من الشائع أيضا في الماضي البعيد القيام بضرب المريض على رأسه، هاي المنطقة يضربون المريض حتى يفقد الوعي، مما يهيئ فرصة للقيام بالجراحة، أي أن الطبيب يأخذ راحته بإجراء العملية. أو يلجؤون إلى شنو؟ ربط العضو المراد استئصاله، يربطون العضو المراد استئصاله بإحكام لمنع وصول الدم إليه فيموت العضو ويسهل استئصاله، أو وضع الثلج على العضو ليفقد المريض الإحساس بهذا الجزء، كما هو مستخدم اليوم في الملاعب الرياضية. عندما يتعرض اللاعب إلى صدمة أو إصابة يجيبون يخلون عليه فص ثلج يهدئ ويسكن من الألم، وغيرها من الطرق القديمة التي مرت على البشرية. وبعدها تجرى العمليات الجراحية بأدوات بدائية آنذاك. كل هذه المحاولات المؤلمة والغريبة انتهت عندما توصل العلم إلى طريقة التخدير الكلي أو العام. لحنا الطرق البدائية القديمة انتهى دورها، بدأت الطرق الحديثة. وهنا أذكر لكم قصتي مع التخدير العام كيف جرت. بعد أن دخلت إلى صالة العمليات أجلسوني في مكان خاص، وأخذ يقدم علي أهل الاختصاص من الكادر الطبي والتمريضي ويأخذ مني بعض المعلومات، وبعدها نقلوني إلى غرفة العمليات وأجلسوني على سرير خاص بالعملية، ووضعوا في يدي كانونة زرقاء اللون لدفع بعض العلاجات أو ما يستلزم من أدوية التخدير عبرها. ممكن يعطوك عبرها علاجات أو بعض أدوية التخدير تدفع عبر الكانونة. بدأ أحدهم وهو طبيب تخدير كما مكتوب على الباج التعريفي الموضوع على ملابسه، يسألني عن وضعي الصحي، هل تدخن؟ هل تعاني من مرض مزمن؟ هل لديك تحسس من علاج ما؟ هل تعاني من ضيق في التنفس؟ هل سبق لك أن أجريت عملية؟ وهل أنت قلق وخائف من العملية؟ وهل مجموعة من الهل. بعدها سحب صندوق جهاز التخدير ووضعها على أنفي وفمي وقال: لا تخف، هذا مجرد أكسجين. أحنى رأسي إلى الأسفل، وما هي إلا لحظات حتى أغمي علي، فلا أدري ماذا جرى لي في وقتها. أنا أصبحت جثة هامدة أمامهم. وبعد مضي ساعة من الوقت أو أكثر مع وقت الإفاقة، طبعا الإفاقة هي غرفة خاصة بعد خروجك من العمليات ودوك إلى غرفة الإفاقة لتستفيق من التخدير وتبدي تهلوس وتذكر أشياء غريبة عجيبة، حتى نقلوني من مكان إلى آخر خارج غرفة العمليات. أحسست بالعربة النقل، وكأن العربة تنطلق بي مسرعة أسرع من الصوت. في وقتها صحت بأحدهم: ما هذه السرعة الجنونية؟ تبين فيما بعد لا توجد سرعة، وإنما كانت العربة تسير ببطء جدا، ولكن لشدة الألم ولفقدان الوعي والتهلوس أشعر بعكس الأمر. يعني أنا ما أدري، أذكر بعض الكلمات والعبارات خارج عن إرادتي. فكم هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى الذي ألهم الإنسان وتوصل إلى هذا الاكتشاف الذي أنقذ حياة الكثير
من الناس. نرجع إلى صلب الموضوع، حيث كانت بداية اكتشاف التخدير في سنة 1815 عندما لاحظ عالم شهير اسمه مايكل أن استنشاقه لغاز الأثير وهو غاز مخدر جعله يهذي ويضحك ويسترخي. لاحظ أن هذه الأشياء عندما استنشق هذا الغاز. وبعد عدة أعوام استخدم طبيب الأسنان الأمريكي ويليام مورتون غاز الأثير موضعيا أثناء قيامه بخلع ضرس أحد الزبائن لاعتقاده بأنه سيخفف من الآلام. وبالفعل بدأ هذا الطبيب يجري العملية تحت التخدير العام والمريض لا يشعر بأي آلام إلى وأدى إلى فقدان الإحساس بمعظم فم المريض. يعني المريض لا يشعر بأي ألم وهو مخدر تحت التخدير الموضعي. وفي سنة 1848 فاجأ مورتون الناس باكتشافه المذهل، حيث قام أمام حشد من العلماء والجماهير بإجراء أول عملية جراحية باستخدام التخدير الكلي أو العام، حيث نجح في استئصال ورم من عنق مريض بالتخدير بغاز الأثير. ومن هنا بدأت قصة التخدير بالانتشار والاستخدام طبعا، وتطورت أدوية التخدير، واليوم هي مجموعة من الأدوية سنذكر لكم جزء منها في نهاية الفيديو. إلى هنا نصل في ختام موضوعنا لهذا اليوم. نأمل أن وفقنا في عرضها عليكم بطريقة سهلة وبسيطة استفدتم منها، ولا تنسونا من خالص دعاكم وشكرا لكم.